بعد سن ال50 بتحصل تغييرات كبيرة في الجسم وخصوصا عند النساء، فبتكوني معرضة أكتر لهشاشة العظام ومشاكل في الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية وكمان نقص في نسبة الحديد في الجسم. وعلشان كده في الفيديو ده هعرفك على أهم 7 أنواع أكل لازم تدخليهم في نظامك الغذائي كل يوم علشان تحافظي على صحتك وتعيش حياة صحية إن شاء الله. خليكم معانا. وأول نوع أكل هو الحمص. فالحمص فيه كمية ألياف كبيرة هتحسن عندك من حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي، وكمان هو مصدر كويس جدا للبروتين النباتي. فكل 100 جرام من الحمص فيه حوالي 9 جرام من البروتين اللي هيكون مفيد جدا لأنسجة وعضلات الجسم. وكمان الحمص غني بالمغنيسيوم اللي بيحسن من صحة العظام، فممكن تدخليه في الأكل بتاعك بطرق كتيرة زي سلطة الحمص أو البرجر النباتي. وتاني نوع هو الزنجبيل. فالزنجبيل مهم جدا علشان غني بالفلافونويدز ومضادات الأكسدة اللي هتحمي جسمك من العناصر الضارة، وكمان بيقلل من الالتهابات ووجع المفاصل. وفي دراسات قالت إنه بيقلل من ترسيب مادة الأميلويد في المخ، فبالتالي ممكن يحميك من الزهايمر أو يبطئ من حدوثه. منظمة الصحة العالمية بتنصح بتناول حوالي 4 جرام من الزنجبيل كل يوم، فحاولي تستخدمي الجنزبيل مع المشروبات بتاعتك علشان تستفادي منه. وتالت نوع هو البطاطا. فالبطاطا غنية بفيتامين أ اللي هيفيد عينك، فهو بيقلل من مشاكل النظر المرتبطة بالعمر، وكمان بيقلل من تجاعيد البشرة وبيحافظ على الرطوبة بتاعتها. فهو بيحفز الخلايا الدهنية اللي في الجلد على إفراز السيبم اللي بيحافظ على رطوبة البشرة وبيمنعها من الجفاف. وكمان البطاطا غنية بالبوتاسيوم اللي هيقلل من ضغط الدم ويحافظ على انتظام ضربات القلب عندك. ورابع نوع هو البنجر، فهو غني بالنترات اللي بتقلل من ضغط الدم وبتحسن من صحة القلب والأوعية الدموية. وفي دراسات قالت إن مادة النترات الموجودة في البنجر بتحسن من تدفق الدم للمخ، وبالتالي بتحسن الذاكرة ووظائف المخ. وكمان البنجر غني بمعدن البورون، وهو معدن مهم لصحة العظام وقوتها، فهيكون مفيد للنساء بعد سن ال50 للوقاية من هشاشة العظام. وخامس نوع هو السلمون. فالسلمون غني بالأوميجا 3 اللي بتقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبيكون مضاد للالتهابات، فهيكون مفيد ليكي لو عندك التهابات في المفاصل. وكمان السلمون مصدر مهم لفيتامين د اللي لو نسبته قليلة في جسمك بيأثر بشكل كبير على المزاج بتاعك، ففيتامين د هيحسن من مزاجك ويقلل من الشعور بالاكتئاب. وسادس نوع هو الزبادي. فمع تقدم السن بتقل قدرة الجسم على هضم الكالسيوم في الجهاز الهضمي، وعلشان كده يفضل تناول الكالسيوم في الفترة دي من مصادر حيوانية زي الزبادي، لأن الجسم بيمتص الكالسيوم اللي فيها بشكل أحسن من المصادر النباتية. والزبادي اليوناني هيكون اختيار كويس جدا علشان فيه كمية بروتين كبيرة بالإضافة للكالسيوم. وسابع وآخر نوع هو البروكلي. فهو غني بالفيتامينات والألياف وكمان مواد مضادة للأكسدة اللي هتأثر على صحتك بشكل كبير جدا، فهيقلل من الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب المختلفة، وهيحسن من قوة الجهاز المناعي للجسم. والبروكلي فيه مادة الألفا ليبويك أسيد اللي بتقلل من تراكم الدهون على الكبد، فيحميك من الإصابة بأمراض خطيرة زي تليف الكبد والكبد الدهني. وفي الآخر لازم تبقوا عارفين إن الوقت عمره ما كان متأخر علشان تبدأوا تغيروا من الأكل وعاداتكم الصحية، فحاولوا تعملوا تغييرات بسيطة في الأكل بتاعكم بس تفضلوا مستمرين عليها علشان تدي الفرصة لجسمك إنه يبقى بصحة كويسة وتعيشوا حياة صحية من غير أمراض إن شاء الله. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو أنت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايز نتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.